بصي يا ستي، دي الطلعة بتاعت السلم اللي هو بتاع البيت اللي مطلع على السطح. ودي الزاوية اللي هي ايه، الطايرة اللي فوق السلم في الزاوية كده. وجبتلك النجار ووصفت له انا عايزة ايه بالظبط، قلت له عايزاك تقفل لي الحتة دي. طبعا طلعت السلم سور من هناك، من يم هناك، وفي جدار الاوضه اللي انا بنياها اللي عليها ايه، اللي عليها الصاج ديت. ماشي، يبقى هو قفل لي الجدار اللي الناحيه دي ده، قفلهولي اهو كله. شرايح خشب كده من اللي هي السدايب الرفيعه ديت، والباقي ايه سلك. انا قلت له انا عايزاها كلها سلك في سلك حتى السقف، بحيث اي طيور فيها يبقى شمس وهواء. باب اهو طويل زيه زي باب الاوض المبنيه العاديه. الاوضه بعلوك بعلوك وانت واقفه. ده جدار الاوضه المبني، طبعا ما عملش فيه حاجه. جينا بقى على الجدار بتاع السور اللي تبص على الشارع اهو. ده السور كمل فوقه بالسلك. ماشي، لازم يستغل السور، ماشي، ووفر معاه. وده السور التاني اهوت اللي هو بنزل على بتاع السلم اللي بنزل على البيت اهو انت نازله ايه على الشقه بتاعتي. خليته عمل لي الاوضه بعلو الاوض المبنيه، وبنفس الوقت بعلو الصاج اللي هو محطوط على السلم، عشان ما ينزلش ميه. الصاج اللي هو ايه على السلم من فوق. وده الجدار الاساسي اللي يمه بره اهو، كلها سلك في سلك اهي. ودي ايه السقف بتاعها، ما شاء الله عليها، طلعت كبيره وواسعه جدا، بسم الله ما شاء الله، طلعت حلوه قوي. اللي كان يشوف المكان قبل ما تتعمل كان يقولي صغير ومش هتاخد حاجه، بس ما شاء الله يعني طلعت كبيره. ماشي، استغلنا كده الجدران اللي عندنا وجدران السور والكلام ده كله، وفر معانا كتير. انت لو عندك خشب مستعمل او عروق خشب او كده، هتقول للنجار خدها شغلها لي، هياخدها يعملها سدايب كده وهيشغلها لك، هيوفر عليكي شيرة الخشب. انا ما كانش عندي خشب كتير، كان عندي شوية خشب صغيرين، اخدهم واشترى عليهم، كمل لي عليهم. انما انت لو عندك الخشب كله متوفر، يبقى هو هيجيب لك السلك بس. ودول الاوضه بتاعه الحمام اهو، معموله برضو في طلعتك من السلم. جيت في الزاويه كده وقلت له اعملها له قدام اوضه الحمام بالظبط، دور لي اوضه كده قدام اوضه الحمام. ده السور بتاع السلم وانت طالعه بتاع الترابزين. برضو استغله وقفل لي فوقه، قفل له فوقه بعلو الاوضه بتاعه الحمام. وراح لافف لي بالباقي ايه داير ما يدور اهو. وعامل لي برضو ايه، وعامل لي برضو باب، برضو واسعه وجميله وحلوه قوي. بصي انت لو بتعملي اوضتين زي دول دلوقتي بالطوب والاسمنت والكلام ده وصبه وصاج والكلام ده، هيكلفوك كتير قوي، هيكلفوك مبلغ وقدره. بسم الله ما شاء الله. بص الاوضه ادي طولها وادي عرضها، تاخد لك ولا 30 فرخه بيضه. وعايزه بقى تربي فراخ بلدي، حمام، ارانب، بط، كل انواع الطيور هتربيها. الباب انا كنت حابه ان الباب بتاع الحمام يفتح في قلبها، عشان طول ما انا ما عنديش طيور اهو. بصي ده السلم اللي بقولك عليه اهو، السور بتاع السلم ومقفل فوق منه، بيوفر معاكي كتير. طول ما انا ما عنديش طيور احطها فيها، هفتح باب الحمام كده في قلبها، توسع الحمام ويطلع الحمام كده في الشمس والهواء، بالنسبه له تبقى ايه، تبقى روعه. عندي طيور هحطها في جهه قافله باب الحمام، وتبقى اوضه الحمام مستقله بنفسها اهو، الباب بتاعها اهو قافلاه، واجي مستغله الاوضه دي بقى. ارانب، بط كبير، بط صغير، فراخ بيضه، فراخ بلدي، شويه ديوك حلوين كده تربهم وتذبحيهم، ما شاء الله مش هتقول لا على حاجه خالص، وتاخد لك كميه حلوه من الطيور. السلك ده سلك المتر فيه ب40 جنيه، المتر فيه دلوقتي ب40 جنيه. طبعا الاسعار من شهر واتنين ومن سنة كانت غير دلوقتي. سلك ملحامي عشان الفيران ما تقرضهوش، وفي نفس الوقت يستحمل معاك الشمس ويستحمل معاك كل حاجة ويعيش معاك سنين وسنين. ماشي، القطن دول كلفوني 2500، يعني الأوضة بالتقريب عاملة لها 1250 جنيه. ولا حاجة، ولا حاجة بالنسبة لغير الأسعار دلوقتي، ولا حاجة. احنا بنجيب دلوقتي يا جماعة الخمس فراخ بيض ب1000 جنيه، الخمس فراخ بيض ب1000 جنيه، يعني الأوضة دي بحق 6 فراخ بيض أو 5 كمان مش 6، لأن في فرخة بتعدي 200 جنيه دلوقتي. يبقى تمام، يبقى أنا استغنى عن حق 5 فراخ بيض، واروح أعمل لي أوضة ولا أوضتين حلوين زي دول كده، وأربي فيهم بقى بال10 و20 فرخة بيضة. اجيب شوية فراخ بلدي كده واطلقهم فيها، ياكلوا الفرافيت بتاعتي، وياكلوا الخضرة بتاعتي، وياكلوا مكان الاكل بتاعي كده، والرز اللي باقي منه والمكرونة والحاجات اللي احنا بنعكها كتير ونكبها دي،
ونربيهم عليها ونذبح وناكل براحتنا، حاجه بيتي، حاجه نظيفه في قلب بيتنا. الاسعار دلوقتي اصلا ما تشجعش ان حد يشتري اي حاجه من بره. انا وفرت كتير. لو كنت بنيتي بطوب واسمنت كانت هتكلفك مبلغ وقدره. كده انت وفرت كتير. عايزه اقولك القطين دول لو عملتهم السنه اللي فاتت كانوا هيكلفوكوا نص المبلغ بالظبط، ولو سبتهم للسنه الجايه هيكلفوكوا ضعف المبلغ. قصدي الكلام ان الدنيا بتغلى كل يوم، هتعملوهم النهارده احسن من بكره. انا عندي السور ده على الشارع، بقيت السطح فاضي زي ما انت شايفه كده. ان شاء الله ان شاء الله شويه كده وهجيب النجار برضو يقفلهولي كله، يعمل لي قطين ولا 3 كبار كده. ده السطح السور اللي بيني وبين جاري، طبعا مستقل لوحده، البيت مش لازق فيه. هيقفل لي برضو فوقه كده بالسلك، ويقفل لي بقيتهم، يعمل لي قطين 3 كده كمان حلوين ما شاء الله، حلوين جدا. يدخلوا شمس وهوا لطيورك، هتبقى التربيه فيهم 10/10. تعالي في الشتاء وحته مشمع صغيره كده وتروحيها فوقها، تزحلق لك المية على تحت على طول، هتبقى 10/10. بصي هم طولهم وعرضهم من بعيد طلعوا اجمل ما كنا نتخيل كمان. عجبوا النجار قوي، بيقول لي ما كنتش اتوقع ان هم يطلعوا حلوين كده، لدرجة ان قالها يعني هنروح نعمل زيهم. المدام بتاعتي ما بتربيش طير ولا اي حاجة، هعمل لها زيهم وخليها تربي فيهم طيور. يا رب كده ايه يكونوا عجبوكم وتعملوا زيهم ان شاء الله.